شكرا لكل الحاجات اللي بتخلينا نعرف نفرز صح. شكرا للعيون اللي لمعتها بتبين كده المشاعر اللي مستخبيه وراها. شكرا لنبره الصوت اللي بيبان فيها كده الويفات والموجات اللي بتخليك تحس مدى صدق الكلام وهو طالع من القلب ولا طالع منين بالظبط. شكرا للحضن الحقيقي اللي وانت جواه كده بتحس فعلا بالاحتواء وتحس ان في اشارات رايحه جايه بتقولك اللي بيحضنك ده فعلا خايف عليك وجواه طاقه كده بتبين فعلا مشاعر صاحبه. وبالذات الناس اللي بنعرفها جديد وبتلاقيها داخله حياتك بمنتهى الانفتاح كده تبقى انت فعلا جواك رغبه انك عايز تكشف اللي بيتعمل ده كله حقيقي ولا وراه احتياجات تانية، وراه اغراض مش باينه. عشان كده بقى بحس ان احنا ممكن نفعل جدا فكره الاحساس الزايد عندنا ان احنا ندعي ربنا انه ينور بصيرتنا دايما، ما نكتفيش بس بالنظر والبصر كده بشكله المباشر، ان ربنا يخلي عندنا بصيره نافذه كده انك تقدر تحس اللي قدامك فعلا عايز ايه. اعتقد ده بيجي بالوقت والتمرين، وده يخلينا بجد نبقى ممتنين جدا بالتجارب والخبرات، لان هي جزء كبير جدا من تكوين البصيره. انك تقابل ناس كتير، ناس تخذلك، ناس تبقى ما كانتش جديره بمشاعرك ناحيتها، مع الوقت البصيره دي بتبقى فعاله جدا وتخليك قادر تكون وجهه نظر مش مجرد نظر، وتقدر تميز بشكل كبير ما بين اللي بيحبك بجد وبيكن ليك مشاعر حقيقيه وما بين فعلا اللي ما بيحبناش. واتمنى جدا الكلام ده دلوقتي يكون نور لمبه لحد كده، ولو حاسس ان هو ممكن يفرق مع حد تاني يا ريت جدا تعمل له منشن في الكومنتات.